في زمن قديم، حين كانت مصر مهد الحضارات، جلس على عرشها ملك قوي يدعى رمسيس الثالث. كان من نسل الملوك العظام، وورث عنهم الحكمة والشجاعة. في عهده، كانت مصر تواجه خطرا عظيما. قبائل مهاجرة تعرف باسم شعوب البحر جاءت من أماكن بعيدة تجتاح البلاد وتسلبها. لكن رمسيس لم يكن ليرضى أن تهان مصر أو يذل شعبها. أمر الملك بتحصين حدود البلاد، وأعد جيشا قويا وأسطولا بحريا من أمهر المقاتلين. وعندما اقترب الغزاة من دلتا النيل، تصدى لهم بجيوشه في معركة عظيمة استخدم فيها الخطط المحكمة، فجعل بعض جنده يهاجمون من اليابسة، وأرسل سفنه لتغلق عليهم من البحر. وبفضل توفيق الله، ثم بحكمة الملك وشجاعة رجاله، انتصر المصريون، وتكسرت سيوف الغزاة على أرض النيل. وسجل هذا النصر على جدران معبد مدينة هابو في الأقصر، شاهدا على عظمة هذا الملك وحرصه على حماية أرضه. لم يكن رمسيس رجلا طاغيا، بل سعى للعدل، وأحب أن يعيش شعبه في أمان. وكان يوقر الآلهة كما عرفها قومه. لكن قصته تظهر لنا درسا خالدا، أن الدفاع عن الوطن واجب، وأن الشجاعة والحكمة سبيل للنصر.